السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض كتاب المعاصر صفحة 37 و 38، ملحق كتاب المعاصر إنجليزي الصف الخامس. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل المحافظات. ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك listen and circle the correct answer from A B C or D. طبعا نص الاستماع موجود في نهاية الكتاب يا شباب. بيقول لك هنا we meet، هتقول له a picnic at الأزهر بارك. احنا طبعا عندنا النزهة في حديقة الأزهر. الثاني بيقول لك we sat under a big tree، يعني احنا جلسنا تحت شجرة كبيرة. رقم 3 we enjoyed، احنا استمتعنا all birds بكل الطيور in the park في الحديقة. رقم 4 it was such as، انها كانت مجرد، هتقوله beautiful day، كان يوم جميل. طيب السؤال الثاني choose the correct answer. نمبر 1 بيقول لك we go to the dentist، احنا ذهبنا لطبيب الأسنان. when we have، هتقوله a toothache، لما كان عندنا ألم في أسناننا. does علي have a cold، هل علي عنده برد؟ قال لك yes he is sick، يعني بيكون مريض. I use sun cream sun screen، عندي طبعا واقي للشمس to protect my skin، عشان احافظ على جلدي on the beach، على الشاطئ. السؤال الثالث read and complete the text with the word in the box. بيقول لك هنا كمل النص بالكلمات اللي في البوكس. عندك travel يسافر، trip رحلة، husband الزوج، sad يعني حزين. today اليوم my sister received an email، أختي استقبلت أو تسلمت إيميل. it's from her husband، إنه من زوجها، يبقى husband دي الأولى. طيب علاء جوزها اسمه علاء he is on a business trip، هو بيكون في رحلة عمل. traveling around the Arab world، هنا بيقول لك she was very happy، وكان سعيد جدا to know علاء news، ان هي احنا بنعرف اخبار علاء وان هو سعيد. this week هذا الاسبوع he is عمان، هو بيكون في عمان. next week الاسبوع القادم he will travel to قطر، هيسافر لقطر الاسبوع الجاي. to complete his business، عشان يكمل الشغل بتاعه زير هناك. طيب هنا في التشوز نمبر 1 يا شباب بيقول لك ذا اندرلايند وورد، كلمه تحت خط كلمه زير بتعود على ايه؟ ريفير تو بتشير لمين؟ هتقول له بارك الحديقه. من صفحه 37 ننتقل صفحه 38. بيقول لك عيد اند ماهر favorite sport is، عيد وماهر الرياضات المفضلة عندهم، هتقول له الباسكت بول. answer the following question، جاوب على الأسئلة. how many brothers، كم عدد الأخوات. does سعاد have، اللي عند سعاد هتقول له 2. طيب when does سعاد play football، متى سعاد بتلعب فوتبول؟ Friday يوم الجمعة. where do they have lunch on Friday، أين بيتناولوا وجبة الغداء يوم الجمعة؟ they go home and have lunch، هم طبعا بيذهبوا للمنزل وبيتناولوا الغداء. في الترتيب يا بطل هتقول له how does كامل، هتقول له go to the school، ازاي جمال بيروح للمدرسة. it's هتقول له هنا ايه؟ it's important، انه من الهام to eat، ان انت تاكل، هتقول له healthy food، طعام صحي. هنا يا بطل read and complete the text رقم 1. بيقول لك هنا the loud music، الموسيقى العادية is very annoying، انها بتكون طبعا مزعجة جدا. don't sleep late، يعني ما تنامش متأخر، يبقى هنا هتحط sleep وهنا هتحط annoying. طيب في البانكتويت هتحط هنا الاي كابيتال وتحط نقطة، وهنا هتحط الاف كابيتال في فارس وتحط كويتشن مارك عشان ده سؤال بيبدأ بهاو. هنا يا بطل بيقول لك spending a happy day، يعني قضاء يوم ممتع ويوم سعيد. بيقول لك اكتب باراجراف من 13 words، من 30 كلمة. فانا هقول له هنا I spent a happy day، انا استمتعت او قضيت يوم جميل with my friend، مع اصدقائي last Friday، الجمعة الماضية. we went to the beach، احنا ذهبنا للشاطئ. we enjoyed، احنا استمتعنا and played، ولعبنا فوتبول كرة قدم. it was a fun day، انه كان يوم ممتع. خلاص يا حبايبي، ثبت التليفون على الباراجراف وانقله براحتك خالص. يا بطل نكون حلينا صفحة 37 و 38 محافظة القليوبية، ملحق المعاصر انجليزي الصف الخامس. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، متشكرة جدا ليكم، ربنا ينجحكم حبايبي، مع السلامة.